طبعا مثل ما تعرفون حرب إسرائيل مع فلسطين، والناس والعالم اللي انقتلت بسبب إسرائيل، فالنصر لفلسطين ودعم العرب لهم من المساعدات. والشي اللي قدروا يسوون العرب مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان، فلهذا راح يقل الدعم والإنتاج والاستهلاك لهاي الشركات، وراح تخسر بمقاطعة المنتجات ودعم منتوجك الوطني. وبهذا الفيديو راح تكون المنتجات كلها عراقية. السلام عليكم حبايبي أصدقائي، شلونكم وش أخباركم؟ إن شاء الله زينين. طبعا هذا الفيديو راح يكون مثل ما مكتوب بالعنوان بالضبط، وراح نجرب المنتجات العراقية ونشوف هل عندنا صناعة بها خير لو لا، ونقيمها. والتقييم راح يكون يعتمد على 3 شغلات: من ناحية التغليف، ومن ناحية السعر، ومن ناحية الطعم، وننطر رأينا بالمنتج بكل صراحة. خلوا نروح نشتري الغراض ونرجع لكم. خلي نشوفكم الجبنة. وهاي المنتجات العراقية اللي راح نقيمها اليوم، فخليكم ويا الفيديو. وقبل ما نبدأ بالفيديو، لو تروح تشتري لك فالشغلة وتجي تباوع الفيديو، لو تروح تشوف لك فدكلة بالثلاجة وتجي تاكلها وانت تباوع هذا الفيديو، لأن الفيديو كله حلويات وأمور وكذا فراح تجوع. وهسه نجي نبدي بأول منتج. طبعا حاير بما نبدي، خلينا نبدي بهذا. هذا طبعا كرون لايت، هذا الشيبس خلينا نجربه. من ناحية التغليف والله كيسه زين مرتب. من ناحية الطعام صراحة مو طيب. طبعا انا هيك شباس ما احبه بالكاتشب، والله الطعم فاشل. بالنسبة بسعره بربع، اقيم هذا المنتج 4/10، لان مو طيب. يعني هو بالطماطة وبيحرورة شلون ما تعرف سبايسي. وهسه خلينا نجرب هذا الثاني اللي شبهه، هذا كرنشي. طبعا هذا ضايق انا طيب حار، هم نفس الشيبساية طبعا بالضبط، بس هذا حار. ذاك بالطماطة وحار شلون ما تعرف. هذا حار نار على وجهي، يعني كلش حار صراحة. هذا طيب. صنع في العراق، ما ندري يمكن عراقي هذا. فهذا من ناحية التغليف ممتاز زين مقبول. من ناحية الطعم والحرورة هم مضبوط. من ناحية السعر بربع دينار، فهميني كل زين. فهقيم هذا المنتج نعطيه 8. لا والله خاف نظلمه، 9/10. لأن هذا الواحد هو المفروض أقيمه 10/10. هذا الواحد حاطين بيه شوية، فكثرة منه حتى نعطيكم 10/10. وهسه نقيم الشيبس الثالث، هذا اللي هو شركة داليا بالتوابل الحارة. هذا همينه حار. هاي الشيبساية ما عرفت تبين عندكم لو لا. وهاي الشيبس صراحة طيب. وهذا الشيبس من ناحية التغليف زين مقبول، من ناحية الطعم هم زين. فقيم هذا الشيبس 6.5/10. زين طيب، بس مو كلش واو يعني، زين طيب وهم حار. الصراحة هاي أول 3 شباس كلهن حارات، حتى البطماطة مالهن حار. فخلينا نشرب لنا فد شي لأن سحنت
هذا حليب ريفال بنكهة البسكويت، شي جديد صانعينه ما اعرف. انا شايف بالحليب بالموز بالفراولة بهاي، بس بالبسكت ما شايف. خلينا نجربه. من ناحية التغليف هو اي باكيت حليب، وبربع دينار السعر ماله. خلينا نشرب. والله طيب شباب، جاي تشرب بسكت شلون ما تعرف؟ حليب هو بس. والله طيب هذا حليب البسكت. قيمة هذا خلنا ناخذ لنا بعد مجعة. والله قيمة 8 من 10 كلش طيب. ويا هذا الحليب خلنا نجرب هذا البسكت. هذا البسكت طبعا عراقي، هذا مال العصريات ويا الشاي وهالسوالف، بس انا ما يخاف. خلنا نشرب ويا الحليب يشربوا بيه عادي. وهذا الحليب مو بالبسكت، هذا البسكت. طبعا طعم هذا الحليب بالبسكت الاوريو شلون؟ نقول شلون؟ هاتولكم. والله هذا السلام. اسف والله منه ينفتح. مثل البسكت هذا كنا نصيح له اسمه مينو مثل المينو. هو ترى المينو ايراني وهذا عراقي. هذا اطيب راح يكون طبعا عراق بابا. والله خوش بسكت مع العصريات وقعدة وجلاس شاي، ناخذه نشرب وياه حليب. الحليب بالبسكت وبسكت وانخبت صارت بساكيت. الصراحة هذا البسكت طيب. فقيمة قد قيمة قيمة 7 من 10. يعني من ناحية التغليف زين والله، بالجوا فتحناه شوف. من ناحية سعره بربع دينار، طعمه زين طيب مقبول. فقيمة 7 من 10. وهسه خلينا نرجع للإشباص. طبعا هاي النوعية من الإشباص أنا لأحب، يصير مثل الليس تعرفيها كلش طيبة. هذا كبز ذهب كلش احب هاي. بالجبنة الفرنسية زين. هي ليش الجبنة فرنسية؟ يعني ليش ما سويتوه بجبنة عراقية؟ لو من منتج عراقي لازم يحطون فد دولة حتى يمشي المنتج. زين وين انصنع؟ بس بالعراق اطلع قبل. وين غير تفهمونا وين انصنع؟ يلا المهم المنتج عراقي. فمن ناحية التغليف والله زين مقبول. من ناحية الطعام والله بوكيته عراقية أصلية، وحاطي لها جبنة فرنسية مشين. من ناحية السعر بربع دينار كله زين. وهذا قيمة 8 من 10. لأن مو مثل اللوز. بعد يرادلهم احتراف العراق حتى يصير شركاته ثوب ومعدل. وهسه شيبس الكرادي. طبعا هذا شيبس انا كلش احبه عادي بدون طعم. يعني هذا لا بي جبنه ولا بي فرنسيه ولا كوريه ولا اجنبيه، هذا عادي لان هذاك البوتيتا وملح بس. نعمل حي الكرادي لصناعه الشيبس ورقائق البطاطا. والله من ناحيه التغليف كلش ممتاز. دونية حاطة يعني دونية حتى ما ينفتح. من ناحية السعر بلد دينار. ليش؟ يعني لأن الكرادي سووا بابوتشير وبيعوا ب500. والله طيب.
وبعد شيبس كرادي يعني كأنه ما ثاني بالكرادي. هيجي وهيجي ياكلونه هم هذول الكرادي. لا شوف على راسي كلهم. والله الطعم مو طيب، لأن دائما أنا نشتري أحط عليه طعم هذا بدون طعم. لو جايب أنا بالدجاج بالجبن والله وايد طعم، بس أنا جبت هذا العادي جد كان طيب والله طلع مو طيب. ومن ناحية الشكل يعني الباكيج والتغليف زين ممتاز. ومن ناحية السعر 1000 دينار والله وايد حقك، يسوى لك 500 على هذا الطعم. بس اعتقد لو ببهارات كان قيمناه 8 من 10. لأن هذا الطعم العادي وسعره 1000 دينار فراح اقيمه ما ظلمك 6 من 10. شباب الفوا هواي حطنا لايك. ليش نروح للعصاير وندوخ روحنا؟ نبغى شي زين ما شيبس، فخلنا نجربهن حتى بعدين نقضيها عصاير وبساكيت وكيك والامور هاي. هذا المزمز اتذكر كان ايراني، هسه صاير عراقي مصنوع بسليمانية. تمام. المزمز مزمز طبعا ضايقينه. طيب ماكو عندنا ماكل مزمز كان جوار. هذا طيب ما طيب منك كرادة ب1000 دينار بربع دينار اطيب، بس والله يحطون بيه قليل هو شو. فمن ناحية التغليف زين، من ناحية الطعم كل زين، من ناحية السعر بربع دينار هم يعني زين الزين. وهذا قيمة 7.5 من 10. هذا شيبساية وقاعد تلقاه خلنا ناكلها حرام. لا تقولوا لي والله. وهسه ويا انا اخر شيبس اللي هو الليس. طبعا الليس سعودي اصلا، بس هسه قاموا يصنعونه بالعراق ما اعرف شنو، وحاليا صنع في العراق. صنع بواسطة ثانية بالعراق يعني. عراقي كرين عراقي إنتاج المواد الغذائية ما أعرف، المهم عراقي. شيبس ليز ماكس طبعا طيب ضايقين. طبعا ليزو بيبسي وليزو لبن فول والله جربوها. ليز ماكو واحد مضايقه. من ناحية تغليف زين، كمية بس قليلة شوي كثروها صدق كذا يعني. حاطة 7 شيبسات هسه اذا اعطي اوزع منها شو تبقى للنص وحدة وحدة. شنو هسه بعد قطعة 2 4 6 8 10 لا يعني 12 شيبساية حاطين 2 اكلت لو واحدة ما ادري بعدين اشوف الفيديو. قول 13 شيبساية حاطين بشي يصير ليش؟ يسوون 15 فدنا شنو راح تخسر؟ المهم من ناحية التغليف زينة، من ناحية السعر بربع دينار يا شو تسوي؟ حطيت 13 شيبساية هيك كسرات شوية صغار حتى لا تخسر. فنقيم هذا الشيبس 8 من 10. يعني هذا 2 حطوني كمية هواي ونحطيكم 10 من 10 التقييم. كافي دوخت. وهسه كأنه وايد باص خلينا نجرب العصاير لأن عطشت متيت من العطش. طبعا هذا عصير دالية 500 دينار سعره. من ناحية القوطية زينة وكبيرة تسوى له 500. صنع في العراق. بغداد هذا بغداد العراق. المشروب غازي هو ما يصير تفضل طق بوجه. بالفراولة اشوف صدق بالفراولة والله طيبات. شايف هذا قاعد بصفك ويسوي بدك تقطع شبشب على راسه.
والله طيب، يسوى لها 500. هذا المنتج داليا، طبعا هذا من ساعة انه كيف نسمي اسمه داليا. والله وينه هذا؟ اعتقد لو نفس الشركة لو بن عمه، والله كان نفس السين نفس الهاي، بس هاي توب داليا، هاي بس داليا. قرايب ابن عم ما اعرف، اكو هيك. طبعا هذا المنتج من ناحية الكمية ومن ناحية القطية بالسعر يسوى له 500 مليون. طيب هذا تبيعه بربع يخسر، هذا مو حاط لك 13 ويبيعه بربع، تسوي 15 يبيع لك اياه ب 500. بقيم هاي 9 من 10 والله. يعني اكو شغله انت ما تعرفها بالتقييم، اللي يقيم 10 من 10 يعني كلش واو، كلش زين، وحتى الكلش واو تو 9 من 10. يعني ماكو 10 من 10 ترى كذب. من يقول لك 10 من 10 هذا مبالغ وكذاب ابن كذاب. هاي 9 من 10 والله طيبه تستاهل. طبعا شكرا للعراق اللي صنع هيك منتج، والله يعني جاي يبدعون. ان شاء الله الافضل لهذا البلد العظيم. وهسه خلينا نجرب هاي شربة البواكيت، شركة رند، فراولة وموز. طبعا جبت من هذا هم القزاز الكبير ابو 500، هم الرند وهم فراولة وموز. احب هاي النكهة. طيب بس بالاخير شلون الشحطة بيه هيك؟ هنجرب بعد. طيب زين، شو قيمته؟ من ناحية الربع دينار سعره، والباكج ماله زين، تغليفه حال اي عصير يحطونه بواكيت ناكله. قيمة 5 من 10 لان بالاخير بيك شحطة شنو صديق كذي. انا اشوفكم مثل هذا ب 500 جبت هذا اللي هو القزاز 500 دينار. هذا شركة رند، صنع فيديو اعتقد، لا والله بغداد العراق. هذا الشربة بغدادي اصيل يعني من العاصمة. الله هاي احلى شي بالعصر. قول انا خضيته لو نسيته، لازم هاي ما اعرف ليش اللي يخضونه هيك يعني على اساس راكد من شني. والله طيب. هذا قيمنا 5 من 10. هذا لان قزاز 500 دينار وطعمه طيب، فقيمة 8 من 10. والله طيب يسوى. هاي طبعا كيك باب الاغا، تعرفونه خابز باب الاغا طاشي. خلنا نجربه هم يخالف. كيك باب الاغا عراقي 100%. والله ريحة طيبة، يا سادة بدون طعم مو؟ اي والله تعرف صار ايش قد من المشتريات. صنع في العراق باش كبرها، يقول لك انا عراقي بن عراقي. والله بعدها بحلقة وقيم. من ناحية الباكج حالة هيك يد، حاط لك هاي الورقة يما يشرحوا لها ورقة الزبدة. شو صح لها هاي البنات؟ ورقة الزبدة ما شنو اعتقد هيك مو؟ فقيمها 7.5 من 10. من رأيك بعد حط لها نكهة، حط لها شي لاغع صديق كذب سادة. نبيها طعم بس انا ما عجات. اذا حبيتوا هيك فيديوهات كتبوا لنا جواب التعليق حتى اسوي لكم بعد مثل هالفيديو. واكيد راح تحبون هيك فيديوهات. ليش؟ لان بيها صرف وبيها فلوس. يوميا تقولوا لي سوي هيك فيديو ادري بيه. قلت لكم هسه هاي قيمها 7.5 من 10 مو؟ او 7.
7.5 هاي خاطر. وهسه خلينا نجرب هاي الكيكة اللي نفس مال باب لاغة، اسمه الشام ياسمين، لك اخاف سوري الشام كذا. وين اسمع تقولي لي خويا وين انت مصنع؟ قل لي شو هاي الكيكة؟ احكي وياي لك وين مصنع؟ صنع بكل فخر بالعراق، عراقي بعد بحث 4 ساعات عرفنا هاي عراقية. طبعا هاي 2 بربع والله طيبة، ريحتها طيبة مثل بالتوت يا طعام. وهي هاي صغيرة لين 2 بربع طبعا. لا احط لك ايش طعم طيبة، ما ادري بيها طعم ورد هيك ما اعرف توت هيك، والله كاتبيني نكهة التوت. هاي دا تشوفونها من ناحية السعر 2 بربع زين كلش زين، من ناحية التغليف وهاي والطعم كلش طيبة، فأقيمها 8 من 10. وهاي لين 2 بربع ما جبت الثانية مالتي، يعني نفس الطعم راح تصير، فجبت وياها شغلة 2 بربع. وهي هاي كاكاو لؤي، تتذكروا هذا؟ عراقي 100%، صنع في العراق. طبعا كاكاو لؤي همين 2 بربع، مضايقين احنا من كنا جوال كلش طيب، ما نفسه يتغير. متغير والله مو نفس ذاك الطعم، كان لؤي والتشوك تشوك وهاي ظن 2 بربع. والله متغير ظاهر، حتى الحلويات تتغير مو بس البشر باور مع الأسف، والله متغير ما نفس طعم القديم، بس طيب زين يعني وقت الخاطر العشرة اللي كنا نذوقه تقولون احنا جهال واي وطيب. فقيمك 7 من 10 بالنسبة لهذا الطعم هسه المتغير ما تستحق، بس بالنسبة للعشرة القديمة اللي عشناها سوية وهاي نتاخذ منك وانا صغير بالمدرسة هواي، فقيمة 7 من 10. 2 بربع طبعا. وهسه نشوف هذا العصير، عصير طازج صنع في العراق، برتقال وجزر. نذوقه ونشوف شنو الوجبة مالته. مو غازي مو طيب. شنو تيكس بايرة 2025 شهر الخامس، تشبيك شو شحطة كأنك شربت اكياس. والله مو طيب، لأن هاي شربت اكياس الخبز شايفه 2 بربع نفس العراق. كركوك والله يا كركوك، هذا المنتج مالكم من ناحية البطل والله زين، تغليف كلش حلو، لونه من حلو من نشوفه بقول تقول هذا والله طيب. بربع دينار السعر ماله، قيمة 4.5 من 10 على الحافة. لا تسوق بعد خوش، لا تسوق روحه حط 3.5 من 10 بديك كذي على الحافة. راد له بعد شوي يشد حيله ينجح بقرار. وهسه نقيم هاي الكيكة، طبعا بعض الصورة شقد حلوة والشي واي، ادرس افتحها تطلع خايسة.
صنع بالعراق بغداد. والله بغداد هو صار بيها مصانع كبس وكيك وعصاير امور هو زين زين. عش ما احنا قاعدين نشغلونه. والله خوش كيك. شوف نفس الشكل هذا بعد هاي ده نص ابيض. والله خلينا نشوف صدق هذا الحكي. اي والله والله طيب. والله كلش طيبة شباب. قيمها 8.5/10. من بعد التغليف ماله حلو طعمه طيب. بس يراد له بعد شوي. هنا منا باع شوي حاطين كاكاوها. بس طيبة كلش طيبة. قيمة 8.5/10. وهسه ويانا هذا البسكيت تمرية المبروك. هذا يقلدون طبعا البسكيت هذا ابو التمر اذا شايفينه الكويت الصيداوي طول ذاك كلش طيب. هذا اعتقد يقلدونه يعود عراقي. والله نفس الشكل نفس اللايبات. شوفوا بس خلينا نشوف حتى الريحة نفس الريحة. بس خلينا نشوف الطعم نفس الطعم. وهذا المضبوط وهذا اللي جاي نقصد احنا. والله الصراحة مو نفس الطعم. قلتلكم تحطوا تمر صدق واحنا اللي التمر صدق جديد. طبعا همين صناعة العراق بغداد. والله بس ما في خير مو طيب شباب. من ناحية الباكيج والتغليف وهاي كلش حلو بربع واكثر من ذاك. من ذاك بي 6 هذا بي 8. شا قيمة؟ راح قيمة 6.5/10. لان صراحة جايبينها هم نفسه بس طعم ذاك كلش طيب. وطبعا اخر منتج اللي خليته بالاخير وقلت هذا اخر منتج راح اجربه. واخيرا بالعراق قدرنا نصنع البيبسي. وبعد ما نحتاج ذاك البيبسي بيبسي بغداد والضجة صايرة عليه. بعد ما نحتاجه كراونجي صنعت عراقي شركة كراونجي العراق كركوك. فخلنا نجربه مثل البيبسي بغداد طيب لو لا. من ناحية الباكج والبطل باعه بربع دينار كل زين صراحة. كل ساعة يوقع بالتصوير كل ساعة يوقع انخض إذا فتحه يطق بوجهي. شوفونا جاي فتحه هيك عليه كيف طول خلقنا وياه وتمت العملية بنجاح. والله يلا عاد فضها الفيديو صار اشتولي. اخيرا فتحنا بطل. طيب بس ما اعرف هل لين الخاض يمكن ساعة يوقع عباك مي وشكر. وانا عود خليتك بالاخير حتى لين اكلت هاي الحلويات كذا خبطت معدتي التريع تطلع النابة حتى التريوعة ما بيك خفيف. والله زين مقبول. اقيم هذا من ناحية البطل وربع دينار اقيمه
للدقيق. أقيمه 7.5 من 10. وها هي وخلص الفيديو مثل ما تشوفون لهنا وخلص الفيديو. إذا عجبتكم هيك فيديوهات اكتبوا لنا جوا بالتعاليق حتى نكررها ونعيدها لكم ونقيم هاي المنتجات، وكتبوا لنا جوا بالتعاليق إذا أنتم مجربين هاي المنتجات وشنو تقييمكم إلها، لأن خاف أني ظلمتها. فكتبوا لنا جوا بالتعاليق وشاركوا الفيديو لأصدقائكم، واللي ما مشترك يشترك ويحط لنا لايك بقدر تعبنا بهذا الفيديو. وما لا نشوفكم بالفيديوهات الجاية.